عسلامة البنات، شحوالكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، وصفة تقليدية اللي هي الكسكسي باللحم. شكون فينا ما يحبش الكسكسي؟ أول حاجة نبدأ بها هي نقص البصل متاعي بالطريقة هذه، والجزر جست برشته من فوق وكهو. نجمو تقصوه في ثنين من خليته كيما هو كيكا. المحلة مشينا لمحلة أمي اللي قدت الكسكسي. بعد ناخذ كعبين الفلفل متاعي نشقهم في اثنين، نغسلهم حتى من داخل. ونحط فيهم الملح. هذيا الخضرة متاعي، هذيا طماطم جوست حطيتها في الميكسر باش رحيتها. بعد نحط زيت، عملت زيت قطانية، نحط الفلفل متاعي يتقلي. بعد ما يكمل يتقلي الفلفل نحيه. هذوك مكعبات ما طابوش بالكدا، مازالوا ما تقليوش بالكدا. نحط شطر الكونسيتي نتاع البصل، شطر الاخر باش نطيبو من بعد. بعد نزيد اللحم، وني عندي لحم بقري. خليهم يتقلاو. راني لهنا ما زدتش ماء، جوست البصل سايب الماء متاعو. نزيد الهريسة والطماطم. سامحوني راني نحكي نزيد، المحل مش انا اللي عاملته، اما جوست استنيت هكاهو. نجمو تزيدوا الهريسة العربي، نتوما تتحكموا في الكونتيتي متاع الهريسة، تحبوها محرحرة ولا؟ لنا نزيد الملح، نجمو تزيدوا فلفل اكحل، ولا اذا تحبوا تفوحوها. ما احنا ما في الدار ما فوحوش برشا. نزيد الطماطم البوري. اذا ما عندكمش طماطم فريش كتنجموا بيان سور تستعملوا طماطم مصبرة الحكوك. نزيد الطريف ماء، خليها تقلى شوية، ومن بعد نزيد نمرقها بلترتين ماء حسب التقييم. لهنا نزيد السفنيريا ولا الجزر والحمص. من بعد نحط المقفول باش نحط الكسكسي متاعي، المقفول والكسكس باش نحط الكسكسي متاعي. لهنا عندي كسكسي الاولى محطوط فيه اعواد قرنفل. اول حاجه نعملو القرنفل باش ما يسوسش وزيد يفوح الكسكسي اكثر. هنا زدت الماء. والماء اللي تمرقوا به ماذا بيكم يكون ماء سخون.
بعد نرجعه في الكسكيس، نحطه في الكسكيس بليتو مش نرجعه، ونخليه يتفور التفويرة الأولى مدة نص ساعة. من بعد ثم على الجناب التصويرة متاع بطاطا. في بالي بروحي صورت ما صورتش وقتها، وقت اللي كمل التفويرة الأولى نحط البطاطا والقراع على خاطرهم في ساعة ما يسيبوا. باهي من بعد نهبط الكسكسي بعد نص ساعة الأولانية نهبطو، نزيدو طريف ماء آخر ونخلطو ونعاود نرجعو يتفور التفويرة الثانية. تفور التفويرة الثانية مدة نص ساعة أخرى. بعد نسقيه بالصلصة اللي تجيب من اللوطة كانت، وكل حد كيف يحبو، ثما شكون يحبو شيء ثما شكون يحبو مسقي بالقدا، اما عملو اكثر بشوية سقا على خاطر باش نخليوه يشرب شوية من بعد. بعد ما كان نخلط نغطيه شوية لاني ما تصورتش، اما لازم نغطيه شوية باش يشرب السقا هذيك، ونحط الخضرة متاعي واللحم، وان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. وبسلامة.